السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله يا رب كلكم بخير صحة وعافية. وصفة اليوم حل الكراميل بشكل وطعم يجنن. ابقوا وياي وشوفوا الطريقة. نصلي على محمد وآل محمد ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي. المقادير: عندنا قلاص شكر، بعدين راح نكرمله، وعندنا هنا 3 خواشيق نشا، و3 خواشيق طحين، و3 خواشيق حليب، وهنا عندنا 3 قلاصات مي نفس القياس الشكر، يعني القياس القلاص. نسمي بسم الله ونبدي. أول ما راح نخلي النشا نذوبهن بالمي، وبعدين راح نخلي الطحين، بعدين نضيف الحليب نذوبهن كلهن. يعني ما شاء الله حلى شكل وطعم يجنن وسهل بنات، ما ياخذ وقت. اللهم صل على محمد وآل محمد. نذوب هاي المكونات كلها على البارد. ما شاء الله. وهنا ضفنا الشكر، شوفوا خليناه بنات على نار هادئة. تدرون الشكر يحترق، نتركه لحد ما يذوب. شوفوا هنا نبدأ نحرك بالشكر، ما نتركه لأن إذا تركناه راح يحترق. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حلى سهل وطعمه يجنن ويفيدنا برمضان. وهنا ما شاء الله بدأ يتكرمل الشكر وياخذ لون. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف بنات، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا بنات نضيف قلاص مي، نذوب الكراميل. هنا نتركه لحد ما يذوب. شوف هنا بدأ يذوب الكراميل، نتركه على نار هادئة وبعدين نرجع له. وهنا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ورا ما ذاب الكراميل، شوفوا ما شاء الله. راح نضيف عليه المواد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ريحة الكراميل تجنن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا جاي يثخن،
نبقى نحرك فيه لحد ما نحصل على القوام اللي نريده. ما شاء الله تبارك الرحمن جاي يثخن. وهنا شوفوا بنات ضفت خاشوقة الزبد. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله حلاوة سهلة وبسيطة، والطعم فد شي خيالي. إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها. ما شاء الله شوفوا. شوف بنات جاي تثخن ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله شوفوا بنات من وصلت لهاي المرحلة شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. راح نطفي النار ونصب. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله شوفوا. وهنا بنات صبينا الحلاوة وزيناها بجوز الهند، مبروش جوز الهند، ما احكي لكم على الطعم، والتزيين يبقى حسب رغبتكم. ولهنا وقلكم مع ألف ألف سلامة. أترككم في حفظ الرحمن ورعايته.